السلام عليكم متابعينا الكرام، وهذا هو العنوان الأبرز. بعد الاعتراف بمغربية الصحراء، إسبانيا ترفض طلبات لجوء البوليزاريو في أراضيها، والجزائر في صدمة. كل التفاصيل في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ يرجى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك ليصلكم كل جديد. رفضت السلطات الإسبانية طلبات لجوء عشرات من مؤيدي جبهة البوليزاريو الانفصالية، معتبرة أنهم مواطنون مغاربة لحيازتهم جوازات سفر مغربية، وقررت ترحيل 10 منهم إلى المغرب. يأتي هذا القرار في إطار مراجعة إسبانيا لموقفها من ملف الصحراء، حيث أكدت السلطات أنه لا توجد تهديدات حقيقية لهؤلاء الأشخاص في المغرب. وأعلن 10 من المرفوضين إضرابا عن الطعام احتجاجا على قرار الترحيل، لكن 5 منهم أنه إضرابهم صباح اليوم بعد تناول وجبة الإفطار. ويقيم هؤلاء حاليا في مطار أدولفو سواريز بمدريد، منتظرين قرار وزارة الداخلية بشأن ترحيلهم إلى المغرب. وتحاول بعض القوى السياسية في إسبانيا دعمهم، مثل حزب بوديموس اليساري المتطرف، حيث حاولت أمينة العامة إيونا بيدرا زيارة المحتجزين في المطار، وصفت إياهم بالصحراويين المحتجزين، إلا أن السلطات منعتها من الوصول إليهم، وعبرت عن تضامنها معهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. من جهتها صرحت القيادة في البوليزاريو بإسبانيا فاطمة الغالية أن عدد المهددين بالترحيل قد يصل إلى 30 شخصا. يأتي هذا الإجراء في ظل تحول جذري في موقف إسبانيا منذ إعلان رئيس الوزراء بيدرو سانشيز دعمه لمقترح الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية في 2022، ما يعكس تغيرا كبيرا في تعامل مدريد مع قضية الصحراء وموالي البوليزاريو، حيث تعتبرهم إسبانيا الآن مواطنين مغاربة وليس حالة تستحق اللجوء. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ونشكركم على حسن المتابعة.